السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ فاتك الثاني. معكم فاطمه الزهراء. اقتراح ديال اليوم غنشارك معكم واحد البسبوسه كتجي رائعه. هنا درتها بالمذاق ديال البرتقال. كيف يمكن لكم ديروا النكهه ديال الحامض او الليمون الحامض، فعلا كتجي رائعه. انا طيبتها في الاولكلاد بحجم عائلي. كيف يمكن لكم ديروا مولات فرديه او مول دير وطيبوها في الفران عادي. انا سبق لي وشاركتها معكم تماما نفس الطريقه نفس المكونات، غير الطريقه ديال الطيب كتختلف وكذلك باش طحنا وباش خلطنا المكونات دائما نفس النتيجه. غنخليكم التصويره في اخر المقدمه ديال هذا الفيديو. هذه البسبوسه ديالنا كتجي رطبه، ما كتجيش مدقصه، غير تبعوا الطريقه خطوه بخطوه غتنجح معكم. انا هنا كيف قلت لكم درتها في الاولكلاد. كيف يمكن لكم ديروها في الفران فقط غير بجوج كيسان ديال السميده كتحصلوا على هذه البسبوسه بهذا الحجم هذا. كيف يمكن لكم ديروها في مولات فرديه، في المول العجيب هذاك المولات الصغيورين حتى هي كتجي زوينه. هذه هي البسبوسه ديالنا كتجي مذهبه وكتجي رطبه. انا درتها بالحليب. كيف يمكن لكم ديروا عصير البرتقال، كيبقى لكم الاختيار. هنا غنعطيكم في هذا الفيديو باش كل مكون تعوضوه بمكون، وغنخلي لكم جميع المكونات في صندوق الوصف. دائما كيف العاده نخلي لكم على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. هنا عندي كاس ديال السكر سنيده. غنحاول ندير القشره ديال البرتقال. كيف يمكن لكم ديروا القشره ديال الحامض. انا غنطحنهم غندير لهم السرعه ثواني 5 السرعه 7. الا كان عندكم قشره الحامض في المجمد راه ما تحتاج غير ثواني وسرعه قليله صافي، وكيتلبس هذاك السكر بهذيك النكهه اللي درتو. بعد ما طحنته كنحصل على هذا الشكل هذا. كيف كتلاحظوا معايا السكر ديالنا كتطحن، ما غاديش ديالنا السكر يطحن، غير هو داك القشره تطحن ويتلبس ولا داك السكر منكه. الا كان عندكم البرتقال ممكن تطحنوه مباشره، تحكوه مباشره بحكاكه فوق المكونات. هنا عندي 3 ديال البيضات، عندي قبصه ديال الملح، هنا عندي كيس من سكر الفانيلا. الفاني كيتواتى بشكل كبير مع المذاق ديال البرتقال. هنا درت البرتقال كيف قال لكم ديروا الحامض. انا غنحاول نخدم هاد المكونات غندير السرعه 4 ثواني 4 السرعه 6 باش نحيد هذاك الزفار. كيف يمكن لكم ديروا بالطراب ولا بالشبك اليدوي، تخدموا داك البيض والسكر حتى يتغير اللون ديالو، ولا نديروا الحامض والفاني باش ما تجيناش البسبوسه زفره. هذه هي الطريقه باش كنحيدوا داك الزفار. هنا عندي كاس ديال الياغورت. كيف يمكن لكم ديروا الفاني، انا درت ديال البنان. كيف يمكن لكم ديروا حتى ديال الكوك او طبيعي حتى هو ممكن. كاع النكهات الا هذوك الاخرين اللي فيهم الطريفات الخوخ والاناناس ما تيجيوش. دائما بنفس الكاس غادي نعبر كاس ديال الحليب. هنا عوض ديروا القشره ديال الحامض درتو قشره البرتقال ممكن تعصروا الليمونه وديروا عوض الحليب. هنا غنضيف الزيت دائما نفس الكاس. كيف قلت لكم عوض ديروا الحليب ممكن ديروا عصير ديال البرتقاله والقشره ديالها تحكوها في المكونات. هنا غنحاول نخدم هاد المكونات مزيان باش ينسجموا مع بعضهم. هنا غنضيف كاس الى ربع من الدقيق الابيض. غنخلي لكم جميع المكونات في صندوق الوصف بالتفصيل. هنا عندي خميره الحلويات من وزن 15 غرام. هاد المكونات فاش غنديرهم ما غاديش نطحنهم بزاف. انا عندي معلقه ديال الكوك او 2 معالق، هادو اختياريين. انا كيعجبني الكوك في البسبوسه خصوصا مع المذاق الحامض وكذلك مذاق البرتقال كيجي واحد المذاق زوين. هنا عندي 2 كيسان ديال السميد ناعم، السميده رقيقه. الا كانت من نوعيه جيده راه زوينه كتجيكم البسبوسه ديالكم لذيذه وزوينه، خصوصا فاش كتصبح غير كتصبح عما كتزيان. صافي غنحاول نخدم هاد المكونات ماشي نطحنهم غير نخلطهم غير شي شويه ماشي بزاف. انا كيف كتلاحظوا معايا درت ثواني قليله، درت 5 ديال الثواني. السرعه ما كثرتش بزاف، درت 4 السرعه 4 ونص صافي. غير فاش تخلطوا ليا ما بغيتش انا داك السميده تطحن، ما بغيتش نطحنوها بحال البغرير باش فاش طيب لينا البسبوسه ديالنا هذوك الحبات ديال السميده يتنفخوا. الخليط بغيت نركز عليه كيجيكم خفيف بحال هكا، لان من بعد 2 ثواني 2 دقائق ولا 3 غادي يزيد يختار. هنا من بعد دقيقه مازال زاد تقال حتى الكوك راه كيتشرب. وفاش غندخلوها الفران حتى هي مازال غادي تشرب. هو الخليط ما تخلعوش منه تبقاو تزيدوه في الدقيق ولا في السميده، راه مازال كيتقال لان عند السميده كتشرب. هنا غادي ناخذ الاولكلاد. كيف قلت لكم ديروا الطاوه عاديه وطيبوها في الفران. انا حطيت لكم التصويره من قبل في البدايه ديال الفيديو. هذا الشيء ممكن ديروه حتى في الفران عادي. هنا درت الزيت غنحاول نمسح الفائض لان الطاوه ما كتلصقش، غير الزيت باش تلصق عليه السميده. وممكن نحصلوا واحد القرمشه وحتى الزيت مع السميده كيعطينا واحد اللون البسبوسه من التحت كتجي مذهبه وكتجي محمره. انا غنحاول نوزع السميده بهذا الشكل هذا. الاوركلاد انا ما مسخناه ما والو. حتى الفران حتى هو ما كنسخنوش. فاش كندير الكيكه كنديرو بارد صافي وكيبقى يسخن بشويه وداك الكيك ولا البسبوسه كيطلعوا بشويه بشويه. انا غنحاول نوزعو بهذا الشكل هذا. الجوانب ما يحتاج لان البسبوسه ما عالياش بزاف والمول راه شويه طويل. كيف كتلاحظوا معايا صافي غنوزع هذاك الخليط بشكل متساوي ونعاود بلا سباتيل حتى هي نوزع باش ما يجيناش جهه عاليه وجهه نازله. كيف كتلاحظوا دوك النقيطات ديال البرتقال كيجي المذاق ديالو مزيون حتى المنظر كيجي زوين داخل البسبوسه. كيف قلت لكم ديروا الحامض. انا درت الحليب ممكن ديروا عصير البرتقال كيبقى لكم الاختيار. صافي غندير الخليط كامل.
لان هاد المكونات ديال 3 البيضات 2 كيسان البسبوسه ديالنا راه كتخرج كبيره، وهي من الاحسن البسبوسه تجي رقيقه ما تجيش غليظه بزاف. صافي غادي نحطها مباشره، غندير ليه مود مانيال. بالنسبه للفران عادي كديروا 160 حتى 180 درجه، كل واحد كيدير الطريقه ديال الفران ديالو. انا غندير الكراد ديال 160 في الاول صافي، وغادي نخليها طيب. من بعد الا شفتها طابت بحال هكا ومازال ما تحمرتش غنزيد درجه الحراره، غندير 200 باش تحمر ليا. الا خليتها على درجه نازله غادي تشرب هذيك الكيكه وغتجيني ناشفه. كيف كتلاحظوا انا درتها 200 درجه غير باش تاخذ هذاك اللون. كيف كتلاحظوا كتحمر، ما نخليوش العافيه مهيله، كل واحد كيطيب على حسب الفران اللي عنده. المهم انتم عينكم ميزانكم، بحال الفران ديال الدار عادي ديال الغاز ولا ديال الضو، راه كتلعبوا كل واحد الفران ديالو كيفاش كيطيب. صافي هذا هو اللون اللي كنحصل عليه. فعلا كتجي مذهبه وكيجي المذاق ديالها رائع، بطبيعه الحال عشاق البسبوسات. هنا انا ما غنديرش القطر او داك اللي كيسقيو به الماء والسكر، انا درت غير العسل. كيف قلت لكم ديروا مربى ديال الخوخ ولا مربى ديال المشماش ودهنوا به غير باش تلصقوا الكوك، هي ما كتحتاجش حلوه بزاف. اللي كيبغي يسقيها ممكن يدير هذاك السيرو في القشره ديال الحامض والسكر والماء ويخليه يغلى حتى يولي شويه يتقطر ويولي قريب العسل، ما يوليش من الماء باش ما يخسرش البسبوسه ديالنا ويسقي بها. انا كنظن بحال هكا احسن، راه كتجي حلوه. ومع ذلك السكر ما خصناش نديرو كاس كبير، نديرو تقريبا غير كاس الا الربع. انا غنوزع عليها الكوك صافي، غنزينها بالبرتقال. هي دابا راها بنينه، والغد اللي فاش كتصبح لذيذه اكثر، ماشي بحال الكيك العادي ملي كيصبح القوام ديالو كيختلف. البسبوسه قد ما طالت قد ما كتجي زوينه، خاصه الا درتو داك المربى غير شويه العسل وتشربات، والغد اللي هذوك الحبات كيتنفخوا كيجي البسبوسه المذاق ديالها زوين. فعلا فكره تستحق الجربه. نقطعها معكم وتشوفوا القوام ديالها من الداخل وكذلك حتى السمك. لان ما تخافوش هاد المكونات ديالو في الكلاط تقول غير تجينا رقيقه بزاف، ما غاديش تجي، غتجي هي هذيك. انا غنوريها لكم الداخل كيفاش كتكون. كيف كتلاحظوا معايا الخليط راه كان خفيف بزاف، ومع ذلك جات هي هذيك، ما جاتش قاصحه كيف كنقولوا، ما جاتش مدقصه. كيجيو داك الثقوب هاد كتجي رطبه كيف نوريتكم، وما سقيتها ولا رطبه، كتجي رطبه واخا ما مسقياش. كانت هذه هي النتيجه كيف كتلاحظوا معايا. فعلا كتجي رائعه، كتجي المذاق ديالها بنين. انا درتها بالبرتقال كيف قلت لكم. ديروا النكهه ديال الليمون الحامض مع الفاني. بالنسبه للكوك راه اختياري، انا غنقطع معكم تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي رطبه، كتجي شيشه وكيدير المذاق ديالها زوين. هنا كيف يمكن لكم ديروه في مول داير، انا درتها في هذا المول هذا. والاوركلاد غير كيسرع الطياب، المده كتولي قصيره. صافي هذه هي النهايه ديال الفيديو. كنتمنى الفكره ديال اليوم والاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ودائما كيف العاده ما غاديش نطول عليكم، استودعكم الله الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.